بعد ما نزلت الفيديو وفتحت الملف الجديد اقسم بالله حذفته. عارف حذفته ليه؟ لان تعدي العقوبات كان في عقوبات انا لسه هقولها، واحداث حصلت من زيزو ومن خوان الفينا لاعب نادي الزمالك ومن الاهلي ومن جماهير الاهلي ومن الزمالك وجماهير الزمالك. حذفته. طب حذفته ليه؟ بسبب تعديلات اتحاد الكرة. عدل. تركز معايا وشير الفيديو. انا عاوزك تشير الفيديو ده على اوسع نطاق. بص يا سيد الفاضل، ده عقوبات بالجمله. اعلن لجنه المسابقات باتحاد المصري بكره القدم عقوبات بطوله كاس يا سيدي. رقم 1، توقيع غرامه ماليه على نادي الزمالك قيمتها 100,000 جنيه للسباب الجماعي من جماهيره في المباراه النهائيه امام الاهلي. ركز في الكلام ده، احنا هنا امام الاهلي. 2، توقيع غرامه ماليه على نادي الزمالك قيمتها برضه 100,000 جنيه، ده كده 200,000 بسبب السباب الجماعي من جماهيره في مباراه بيراميدز ضد منافسات نصف نهائي السوبر. يعني الزمالك اتغرم 200,000 في ماتش بيراميدز، 100,000 وفي ماتش الاهلي 100,000. وتوقيع غرامه ماليه على النادي الاهلي قيمتها برضه 100,000 بسبب السباب الجماعي في جماهيره من جماهيره في المباراه النهائيه امام الزمالك. وتوقيع غرامه ماليه على اخوان الفينا بزيره برضه بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول. وعندك برضه ايقاف المدرب الفني البيراميدز مباراه واحده وتغريمه 10,000 جنيه وذلك بسبب طرده والاحتراض خلال مباراه سيراميكا. عندك توقيع غرامه ماليه على احمد مصطفى محمد سيد زيزو، واسم كاتبينه طويل قوي خالص. احمد مصطفى محمد سيد زيزو لاعب الاهلي قيمتها 50,000 جنيه بسبب عدم. طب ليه زيزو اتغرم ال 50,000 جنيه؟ عشان ما سلمش ببساطه على كابتن هشام ناصر نائب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. واخوان الفينا اتغرم بسبب انه تقريبا ما سلمش على حد، سلمش الا على 2. طيب يا سيدي، الفيديو اللي عملته قبل ده اقسم بالله العظيم الاخبار اللي كانت عندي والمؤكده ان اللي اتغرم بس هو اخوان بزيره طبعا مع نادي الزمالك. انا اتصدمت، لقيت اتعدل الخبر وفجاه ان زيزو هو كمان اتغرم. ده خبر خوان نزل لوحده، خوان الفينا كده تغريم خوان الفينا 50,000 جنيه ولا غرامه على زيزو. طلعت انا اتكلم واناهد واقول لحد ما جه الخبر دلوقتي ان زيزو هو كمان اتغرم وتعاقب. طيب النادي الاهلي ما تنساش من حوالي 5 ساعات كان مقدم شكوى ضد جماهير نادي الزمالك بسبب السباب الجماعي، ونادي الزمالك مقدم شكوى ضد زيزو. ومين اللي مقدم الشكوى؟ تصلي على النبي وتركز معايا. اللي مقدم شكوى كابتن هشام نصر بيقول لك يستوجب هنا تصرف احمد زيزو غير منضبط ويستوجب الاحاله للجنه الانضباط. يعني مش مجرد غرامه وخلاص، ده كمان يتحال لجنه الانضباط. هنا بيقول لك زيزو لم يحترم البروتوكول، وهل اتحاد الكره هيعاقبه ولا لا؟ هو فعلا تعاقب واتغرم 50,000 واخوان الفينا بزيره اتغرم 50,000. بيقول لك ايه بقى؟ انا اللي رفضت اسلم على زيزو في مراسم التسليم وكنت ناوي اسلم عليه، بس بصراحه تصرف زيزو غير لائق وتصرف خوان بزيره غير لائق بالمره. ما اصل الحق يتقال، لازم يتقال. انا كنت طالع في البدايه بقول زيزو ما اتغرمش ليه؟ زيزو ما اتغرمش ليه؟ زيزو اتغرم والاهلي اتغرم والزمالك اتغرم وكلها غرام. بالنسبه للاهلي الغرامات مش فارقه معاه، اما بالنسبه لنادي الزمالك 200,000 لا مبلغ وقدر، مبلغ كبير. شير بقى على قد ما تقدر، والسلام عليكم.